الا كنتي كتخاف من الكاربس في هذه الحلقه هذه خصك تفرج فيها حيت غادي تستافد منها بزاف. الدور الكبير الاولي ديالهم هو انهم مصدر الطاقه، فملي تناكلوا الكاربس كما كانوا سكريات بسيطه ولا معقده، فالجسم ديالنا غادي يهرسهم في الاخر وغادي يرجعهم سكريات بسيطه وموراها كيحولهم للجلوكوز. فسوا كليتي سنيده، الخبز العادي، الخبز الكامل ديال الشعير زعما، تمر، فواكه، بطاطا ولا ليباط ولا اي مصدر كارب، اي كارب عباد الله. حاولوا انكم تفهموا معايا اي كارب. شوف، حبس، خذ بوز وقول اي حاجه قريت فيها كارب فالجسم ديالك غادي يشدها وغادي يردها جلوكوز. وهذا الجلوكوز هذا هو اللي كيشدوا الخلايا ديالنا وتيخرجوا منه الاي تي بي. دونك الجلوكوز هو المصدر ديال الطاقه ديال الدماغ، العضلات وبزاف ديال الوظائف في الجسم ديالنا فكيحتاجوا الجلوكوز. غادي نشوفوا دابا الكاربس والدماغ. هذاك الجلوكوز اللي حصلنا عليه من اي كارب كلينا فهو باش كيخدم الدماغ، هو المصدر الطاقه الاولي بالنسبه ليه. داكشي علاش الكارب مزيان باش ان الدماغ ديالنا يخدم مزيان ويفكر مزيان وتقدر تكونسونطرا مزيان. لا هادشي قبل الامتحان كنتي كتسمع هاك وتحفن ديال الزبيب، راه غير باش يكون عندك جلوكوز موجود في الجسم ديالك بشكل اكثر. وواحد من الادوار الاخرى فهو المخزون ديالنا د الجلوكوجين. فكما قلت لكم هذا الجلوكوز هذا اللي تيكون في الدم وما كيتخدمش ديك الساعه فكيتخزن في العضلات وفي الكبده على شكل جلوكوجين. وهادشي علاش ملي كنحتاجوا طاقه سريعه ما بين الوجبات ولا ملي كنكونوا كنترينيو فراه الجسم ديالنا كيشد داك الجلوكوجين وكيرجعوا جلوكوز باش يقدر يخدم به.